بتشتكي دايما من ضيق الحال والمصروف كمان مش بيكفي. طب ايه رأيك تعملي زي اختك اسماء؟ اصل هي دي الحاجة الوحيدة بصراحة اللي هتنفعك. لايك وشير كتير للفيديو. معايا النهاردة 4 كيلو من السمك البلطي، وهقولك على كل حاجة، حتى لو معاك القليل هقولك تعملي بيه ايه. هنضف السمك واغسله كويس قوي. بعد كده تعالي لما اقولكوا على المحلول المائي للسمك المقلي. معايا 3 لتر من المية، عليهم 4 معالق كبار من الملح، معلقتين كبار من السكر، نص كوباية من الخل، 5 ليمونات معصورين كده. هقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض، وهنزل بالسمك اللي انا نضفته وغسلته كويس قوي، واسيبه في المحلول المائي ده نص ساعة. عبال ما اسيبه بقى في المحلول، تعالوا نعمل احلى تتبيلة للسمك المقلي. معايا فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل شطة بالشكل ده، ومعايا راسين من الثوم مقشراهم، وهننزل كل ده في الكبة وافرمهم مجروش. بعد كده هنزل عليهم ب3 معالق كبار من الملح، ومعلقتين من الكزبرة، ومعلقتين من الكمون. تمام كده. وبعد كده هنزل ب5 ليمونات معصورين ونص كوباية من الخل، وهضرب كل الكلام الجميل ده مع بعض، وبكده نكون عملنا احلى تتبيلة للسمك المقلي. بصراحة انا ما بحبش البهارات اللي من عند العطار اللي هي السمك والحاجات اللي بتجيبوها دي، لا يا جماعة، هو بصراحة السمك مش بيحب غير الكمون والكزبرة والليمون، احلى حاجة. التتبيله اللي عملناها دي هناخد منها معلقه كبيره في طبق، وتعالوا بعد شويه هقول لكم هنعمل ايه بالمعلقه دي. تعالوا بقى ننزل بالتتبيله كده على السمك، لكل سمكيه معلقه كبيره من التتبيله، وهتدعكي بقى السمك كويس قوي بالتتبيله دي. اهم حاجه تحشيه من جوه بالتتبيله علشان يتملح كويس قوي. عبال بقى ما نسيبه في التتبيله شويه كده، تعالوا نعمل احلى رز صياديه مع السمك المقلي. معايا كيلو من البصل مقطعاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنزل بيه في الكبة على مرتين علشان زي ما قلت لكم نحافظ على حاجتنا. هنجرشه وسط، مش عاوزاه ناعم قوي. بعد كده خلصنا كل الكمية بتاعتنا. تعالوا بقى نجيب اكبر حلة عندنا، واحلى حاجة، ما هو يا جماعة الحاجات اللي طالعة لله دي لازم تعملي احلى حاجة بتكون عندك. بعد كده هتسخني الحلة كويس قوي على النار، وتنزلي فيها بكوباية من الزيت، وهتنزلي بالبصل وتفضلي بقى تقلبي فيه لحد ما ياخد اللون البني الغامق. دي الدرجات اللي هتقابلك بوريها لكم بس كده. وبعد كده هتدخلي بقى على اللون اللي هو بيكون البني الغامق ده يا بنات، اهو بالشكل ده. اول ما توصلي ليه هتنزلي بمعلقة التتبيلة اللي احنا خدناها من شوية. بعد كده هنكون محضرين 3 كيلو ونص من الرز، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الملح، ومعلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة من الفلفل الاسود، وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض، وهننزل عليه بالمية بتاعة الرز. لو انت لسه مبتدئة او ما بتعرفيش تعملي كميات كبيرة، هتنزلي بالرز لحد ما تغطي اول عقلة في صباع. بعد كده هنغطيه ونسيبه يتشرب على نار عالية كويس قوي، وهنفضل بقى نقلبه كل 5 دقايق. انا قلبته اول مرة اهو، وبعد كده بوطي النار عليه وهفضل اقلبه كل 5 دقايق. طب مدته على النار ايه؟ بسيبه نص ساعة يتلدن براحته خالص. تمام كده. بعد كده تعالوا نعمل شوية سلطة حلوة كده، معايا جزر وخيار وفلفل وطماطم وليمون، وكلكم شطار وعارفين السلطة بتتقطع ازاي. بعد كده هنزل عليها بمعلقتين من الملح والخل وعصير الليمون، وهقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض، وتكون احلى سلطة من ايديكم. يبقى كده احنا عملنا الرز وعملنا السلطة قبل ما نبدأ في تحمير السمك. تمام كده. تعالوا بقى نشوف الغلاف بتاع السمك. معايا 3 كوبايات من الدقيق، وكوباية من النشا، وكوباية من البقسماط المتبل. لو ما عندكيش بقسماط متبل هتنزلي عادي بملح وفلفل وكمون عليهم وتقلبيهم، بس طبعا البقسماط اللي عندي متبل فخلاص مش محتاجة ان انا املحه ولا حاجة. هبدر السمك زي ما كلكم عارفين بالدقيق كده، هبدره بالدقيق كده، تغلفيه وتنفضيه كده مرتين 3 علشان يعمل ايه الغلاف المقرمش اللي كلنا عارفين.
هتحضري بقى الطاسة بتاعتك وتنزلي فيها بالزيت وتسخنيه كويس قوي. وتعالي لما اقولك على تركة مهمة قوي هتعتمديها دايما وانت بتقلي السمك. هتنزلي هنا بنص ليمونة. ليه بقى؟ علشان الزيت يفضل معاكي فاتح من اول سمكة لاخر سمكة. بعد كده هتفضلي تقلبي السمك كل دقيقتين على الوجه ده شوية والوجه ده شوية لحد ما ياخد اللون الذهبي الكريسبي اللي قدامكم ده. بتحضري بقى صينية وعليها ورق ابيض، بلاش مناديل مطبخ علشان مناديل المطبخ بتطريه، اما الورق بيخليه مقرمش وكريسبي بالشكل ده. ولو الليمونة غمقت معاكي غيريها عادي جدا، هتخلي الزيت اصفر معاكي ومش هيغمق ابدا. هنعمل بقى كل السمك بالخطوات اللي شفتوها دي لحد اخر سمكة. وبكده نكون قليناه كله والرز استوى معانا السلطة خلصناها وطلعنا بقى شوية ليمون كده علشان حبايبنا لازم ياكلوا من احلى حاجة عندنا. تعالوا لما اقول لكم لو عايزين فعلا تعملوا وجبات ومش قادرين، دوري على اي حد عندك صحابك قرايبك بيعمل وجبات واشتركي معاهم حتى لو ب50 جنيه. صدقيني هتفرق في حياتك جدا جدا. وعايزة اقول لكم معلومة، افضل الصدقات عند ربنا هي اطعام الطعام يا جماعة، مفيش بعد كده. الفيديو ده هدفه ان انا اوصل ان انتوا تعملوا حتى لو 3 وجبات. وعايزاكم طبعا في نهاية الفيديو ان انتوا تنزلوا في الكومنتات وتكتبوا ربنا يشفي كل مريض يا رب، وربنا يجازي كل متبرع اتبرع في الوجبات دي ويجازيه خير الجزاء يا رب. طبعا كلكم عارفين ان وصفتك مع اسماء دايما بتعمل وجبات الخير. ولو عايزين تشتركوا انزلوا بقى في الصفحة هتلاقوا فودافون كاش وتحويل